معظم الابلكيشنز بتعتمد على external API integration، وغالبا اي integration بيكون سهل، عباره عن انك تعرف البيز ادرس، انك تعمل inject ل HTTP client، وفي الاخر انك تعمل كول للاند بوينتس. بس في الحقيقه ان الانتجريشن ده ممكن يوقع الابلكيشن بتاعك، وده باختصار عشان نقطتين مهمين. اول نقطه اننا بنتكلم على external API، يعني completely different system، والسيستم ده ممكن يحصل له ريستارت، وده في الغالب بنشوفه في ريسبونس بيجي لنا ان السيرفيس نوت افيلبل، او ان السيستم يحصل له سلو داون بسبب سي بي يو سبايك، وده بنشوفه في تايم اوت اكسبشن، او ان السيستم يبطل يشتغل بالطريقه اللي متوقعينها، وده بنشوفه في internal server error. تاني نقطه ان اي HTTP كول عباره عن نتورك كول، والنتورك از نوت completely reliable، بمعنى ان الكونكشن ما بين تو سيرفرز ممكن يقع في اي لحظه من اللحظات. وهنا يجي السؤال المهم، ازاي نخلي ال HTTP integration resilient و fault tolerant بحيث انه الابلكيشن performance ما يتاثرش بالفيليرز دي. وهنا بتيجي فايده مايكروسوفت ريزيلينس باكج، وهي باكج مبنيه على بولي، والباكج دي بتساعدنا ان احنا نحمي الابلكيشن بتاعنا من الفيليرز بتاعت الاكسترنال كولز. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نستخدم الباكج دي، وايه البوليسيز اللي موجوده جواها اللي بتساعدنا يكون عندنا ريزيلينت HTTP انتجريشن. يلا نبدا. احنا هنا جينا على السوليوشن بتاعنا، عندنا API اسمها موبل ريتشارج API. تعالى ندخل جوه البروجرام فايل نفهم ايه اللي جواه. جواها one endpoint، الاندبوينت دي من جواها بتعمل كول لريتشارج سيرفيس دوت بروسيس ريتشارج اسync. تعالى نروح جوه الفانكشن دي، هتلاقي جواها انجكشن لل HTTP client، ومنه بننادي على الاندبوينت سلاش ريتشارج. طيب فين الكونفيجريشن بتاع ال HTTP client؟ خلينا نروح للبروجرام فايل تاني، هتلاقي هنا عندنا builder.services.add.http client وحاطين البيز ادرس. فباختصار الاي بي اي جواها endpoint، الاندبوينت عندها external integration. طيب فين الاكسترنال انتجريشن ده؟ هتلاقي عندنا بروجكت تاني جواه الاندبوينت اللي بننادي عليها. طيب احنا مش هنشوف اللوجيك بتاعها، هي بالنسبه لنا عباره عن بلاك بوكس، فخلينا نرجع تاني للبروجرام فايل، وكده نكون فهمنا الاستراكشر بتاع البروجكت بتاعنا. ونيجي هنا للنقطة المهمة، ازاي نخلي الانتجريشن بتاعنا ده resilient integration، وده اللي هنشوفه في الدوكيومنتيشن بتاع مايكروسوفت. خلينا نروح عليه، هتلاقيني هنا قاسم الشاشة نصين، نص للدوكيومنتيشن والنص التاني عبارة عن الملخص بتاع الدوكيومنتيشن ده. عشان مش هنقدر نقرا الدوكيومنتيشن لاين باي لاين، فهتلاقيني هنا عامل السمري بتاع الدوكيومنتيشن، بس برضه هنحتاج الاتنين مع بعض. فخلينا نبدأ بالسمري بتاعنا. الدوكيومنتيشن بيقول ان اي HTTP client ينفع يبقى عنده resilience handler. طيب resilience handler ده ممكن يكون predefined handler او ممكن يكون custom handler. predefined handler يقصدوا بيه ايه؟ عندنا built in handler جواه built in policies. طيب custom handler ده handler بنبنيه من الاول للاخر، مفيش جواه اي policy وانت اللي محتاج تضيفهم. هنا هتلاقيني حاطط عند ال predefined 95%، لان الدوكيومنتيشن بيقول لك ان معظم الابلكيشنز مش هتحتاج غير البري ديفايند هاندلر، وما تروحش غير على الكاستم هاندلر الا لو عندك يوز كيس بعينها. طيب لو تلاحظ هنا انا قلت بوليسيس في الكاستم وفي البري ديفايند. ايه البوليسيس؟ البوليسيس دي عباره عن behaviors معين بنحطه على ال HTTP client. تعال نشوف اهم البوليسيس اللي موجوده جوه البري ديفايند هاندلر، بما انه هو الهاندلر اللي هنستخدمه في الابلكيشن بتاعنا. هتلاقي عندنا 4 مين بوليسيس: retry، circuit breaker، time out، rate limiter. تعالى نفهم كل بوليسي الأول هي بتشتغل ازاي وايه الهدف منها وازاي بيحصل لها configuration جوه الستاندرد هاندلر. لو رحنا على retry، فهي بتقول لك لما يجي request ويعمل call، وده الانيشال try، هنشوف الريسبونس بتاع try. لو هو success خلاص مش هنروح على retry خالص، لو هو failed هنروح على الريتراي بوليسي. الريتراي بوليسي هنا بتقول ايه؟ بتشوف عدد الريترايز وبتقارنها بالكونفيجريشن اللي حاطينه، وليكن حاطين ان الريترايز المفروض تبقى 3 ريترايز، فلو لسه دي اول ريتراي ايه اللي بيحصل؟ بيستنى شويه وبعد كده بيروح يعمل الكول مره تانية. طيب ايه يستنى شويه دي؟ ده برضو كونفيجريشن بنديه للريتراي بوليسي، بنقول لها لما يحصل مشكله ما تعمليش ريتراي على طول، ادي فرصه للسيرفيس انها تقوم تاني. طيب لو خلصنا الريترايز خلاص يبقى كده بنرجع اكسبشن حصل فيلير، وخلاص على كده الريتراي بوليسي مش هتعمل حاجه تاني. طيب ايه الهدف من الريتراي بوليسي؟ الريتراي بوليسي الهدف منها ان هي بتساعدنا ان احنا نريكفر من الترانزينينت ايرورز. الترانزينينت ايرورز هي الايرورز المؤقته اللي لو بعتنا ريكوست وحصل في فيلير
في الغالب لو بعتنا ريكوست تاني بعديه هيحصل سكسس، وهتلاقي ده معناه ان السكسس ريت نفسه هيحصل له امبروفمنت في الابلكيشن. زي ايه ترانزينينت ايرورز؟ زي مثلا سيرفيس ان افيلبل. طيب احنا قلنا ان الريتراي بوليسي اوريدي موجوده جوه البري ديفايند هاندلر. طب ايه الديفولتس فاليو اللي موجوده للريتراي بوليسي؟ تعال نشوفهم من الدوكيومنتيشن. لو رحنا على السكشن بتاع الديفولتس فاليو هتلاقي هنا بيقول لك ان الريتراي بوليسي عندنا باي ديفولت 3 ريترايز، والديلي ما بينهم عباره عن 2 سكند، وعندنا باك اوف اكسبوننشال. يعني ايه؟ يعني اول ريتراي هتحصل بعد 2 سكند، تاني ريتراي هتحصل بعد 4 سكند، اخر ريتراي هتحصل بعد 8 سكند. هتلاقي في اوبشن تاني اسمه يوز جيتر، وده باختصار عشان لو عندنا اكتر من فيلد ريكوست، بدل ما الابلكيشن يبعت كل الريكوستس في نفس اللحظه، لا، جيتر دي بتضيف راندوم نمبر على الديلي. فلو مثلا هيحصل ريتراي بعد 2 سكند هتخليها ريتراي بعد 2 سكند 10 ملي سكند، او مثلا 1 سكند 800 ملي سكند. بكده نكون فهمنا الريتراي. تعالى نشوف البوليسي الثانيه وهي السيركت بريكر. السيركت بريكر عباره عن بوليسي بتساعدنا ان احنا نبطل نعمل كول للفيلد ديبندنسي لو كانت بترجع فيليرز باستمرار. طيب بتشتغل ازاي؟ لو عندنا HTTP كلاينت محطوط عليه البري ديفايند هاندلر، فهو باي ديفولت جواه السيركت بريكر بوليسي. بتشتغل ازاي؟ لو عندنا ريكوست جاي بنشوف الاول هو السيركت بريكر اوبن ولا لا. يعني ايه؟ السيركت بريكر عندها 3 ستيتس. كلوزد يعني الانتجريشن شغال وتمام واي ريكوست هيجي على الديبندنسي هيروح ليها. اوبن يعني الانتجريشن مش شغال ومفيش اي ريكوست هيروح على الاكسترنال اي بي اي. هاف اوبن دي ستيت في النص، هنفهمها واحنا بنشوف ازاي السيركت بريكر بيشتغل. خلينا الاول نتخيل ان السيركت بريكر كلوزد، فده معناه ان الانتجريشن شغال، فايه اللي هيحصل؟ هيروح الريكوست. طيب الكول سكسيدت ولا لا؟ لو يس خلاص الموضوع خلص، لو نو ايه اللي بيحصل هنا؟ السيركت بريكر بتعمل ريكورد ان في فيلير حصل، وبعدها بتسأل نفسها هل افتح السيركت ولا لا، وده بناء على عدد الفيليرز اللي حصلت. عدد الفيليرز ده كونفيجريشن بنقدر نحطه جوه السيركت بريكر، فلو عدد الفيليرز وصل للكونفيجريشن اللي احنا حاطينه ده، ايه اللي بيحصل؟ السيركت بتبقى اوبن. لو ما وصلش السيركت بتفضل كلوزد زي ما هي. طيب خلينا نتخيل ان احنا وصلنا لعدد الفيليرز اللي يخلي السيركت اوبن، فلما يجي بعدها ريكوست تاني هيلاقي ان السيركت اوبن، فايه اللي هيحصل؟ هيروح يعمل تشيك ويشوف حاجه اسمها الكول داون تايم، وده كونفيجريشن تاني بنحطه، بنقول لما السيركت تبقى اوبن خليها اوبن مثلا ل 30 ثانيه. فخلال ال 30 ثانيه ده لو جاء ريكوست تاني باي ديفولت بنرجع فيلير ونقول ان السيركت اوبن. طيب لو الريكوست جه بعد ال 30 ثانيه ايه اللي بيحصل؟ هنا السيركت بتبقى هاف اوبن. هاف اوبن يعني ايه؟ يعني ولا هي مقفوله ولا هي مفتوحه، هي هتجرب في اول ريكوست هيجي، لو عدى السيركت هتبقى كلوزد واي ريكوست يقدر يروح للانتجريشن، لو ما عداش السيركت هتبقى اوبن تاني. وكده نكون فهمنا السيركت بريكر. طيب ايه الهدف من السيركت بريكر؟ الهدف منه ان احنا ندي فرصه للسيرفيس ان يحصل لها ريكفر، وان احنا ما نضيعش الريسورسز بتاعتنا على كول كده كده بيحصل لها فيلير. طيب ايه الديفولت فاليوز للسيركت بريكر جوه البري ديفايند هاندلر؟ لو جينا نبص هنا هتلاقي ان هي بتقول عندي حاجه اسمها فيلير ريشيو، حاجه اسمها مينيمم ثروبوت، حاجه اسمها سامبلينج ديوريشن وبريك ديوريشن. فباختصار هي لو عندي 10% فيليرز من 100 ريكوست خلال 30 ثانيه افتح السيركت لمده 5 ثواني. طيب كده نكون شفنا تاني بوليسي. تعالوا نروح للبوليسي اللي بعد كده وهي التايم اوت. التايم اوت هي بوليسي سهله، كل اللي فيها لما يجي يحصل كول ايه اللي بيحصل؟ في تايمر بيشتغل وخلال الوقت اللي مستنيين فيه ريسبونس، لو ما رجعش ريسبونس في خلال الوقت بتاعنا بيحصل تايم اوت وبنكنسل الكول دي. لو رجع ريسبونس خلال الوقت ده خلاص بنرجع الريسبونس سواء كان سكسس او ايرور. طيب ايه الهدف من التايم اوت بوليسي؟ الهدف منها ان هي تحمي الريسورسز بتاعتنا. ازاي؟ اي اكسترنال كول بنعملها في تي سي بي كونكشن بيبقى مفتوح على السيرفر اللي موجود عليه الاكسترنال سيرفيس، ولو احنا ما عندناش تايم اوت والسيرفيس دي اخرت في رد علينا فالتي سي بي كونكشن ده هيفضل مفتوح مع السيرفيس. وده معناه ان لو في ريكوست تاني جه او في عدد من الريكوستس جت على السيرفر وكان عندي اكتر من تي سي بي كونكشن مفتوح، فممكن الريكوستس دي ما يحصلهاش بروسيسنج لان مفيش تي سي بي كونكشنز افيلبل. كل ابلكيشن عنده رقم محدد من التي سي بي كونكشنز. طبعا هنا انا ما اتكلمتش على الثريدز خالص لاني بفترض ان احنا مش بنستنى الاي او اوبريشنز.
وبفترض ان احنا مستعملين async واويت. طيب ايه الديفولت فاليوز جوه الستاندرد او جوه البري ديفايند هاندلر؟ عندنا حاجه اسمها attempt تايم اوت، ودي ليها علاقه بالريتراي شويه. اي attempt من الريتراي عندها تايم اوت. التايم اوت قد ايه؟ 10 سكند. طيب هتلاقي فيه برضو configuration تاني للتوتال تايم اوت، وده التايم اوت بتاع البروسيس كلها، الريكوست من اول ما جه لحد ما خلص بكل الريترايز اللي جواه، وده الفاليو بتاعته هي 30 seconds. بكده نكون فهمنا التايم اوت. البوليسي اللي بعد كده هي الريت ليميتر. الريت ليميتر باختصار بتقول ايه او ايه الهدف منها؟ الريت ليميتر الهدف منها انها تعمل ليميت لعدد الكونكرنت ريكويستس اللي بتحصل في نفس الوقت، وده بيساعد ان احنا نحمل ابلكيشن من اي سبايك تيجي على الريسورسز بتاعتنا، وفي نفس الوقت اي اكسترنال انتجريشن هتلاقي دايما عنده ليميت، فيفضل ان احنا يكون عندنا نفس الليميت زي الاكسترنال انتجريشن، عشان لو في ريكوست عدى الليميت ما يوصلش اصلا للاكسترنال سيرفيس ونرجعه على طول من الابلكيشن بتاعنا. طيب بيشتغل ازاي؟ لما يبقى عندي ريكوست، اول حاجه بنتشيك عليها هو في اوبن سلوت. يعني ايه في اوبن سلوت؟ يعني الكونكرنت كولز اللي موجوده دلوقتي اقل من الليميت اللي حاطينه. خلينا مثلا نفترض ان الليميت كان 1000، فلو عندي الكونكرنت كولز اقل من 1000 ساعتها الريكوست بياخد سلوت ويقدر يعمل الكول. طيب لو لا، عندنا اوبشن ان احنا نخلي الريكوست يستنى في كيو. الكيو ده لو كان فول هنا بيحصل ريت ليميت اكسبشن. طيب لو كان في مكان في الكيو الريكوست بيستنى في الكيو. وهنا نيجي للجزء الثاني. اول ما يحصل ريليز لسلوت، يعني ريكوست خلص من الكونكرنت ريكوست اللي كانت شغاله، بنروح نبص على الكيو هل في اي ريكوست ويتنج في الكيو. لو لا خلاص، لو في ريكوست ويتنج في الكيو بناخد الريكوست ده ونخليه يعمل الكول للاكسترنال سيرفيس. طيب ايه الديفولت فاليوز اللي موجوده جوه البري ديفايند هاندلر؟ الديفولت فاليوز هي 1000 ريكوست يشتغلوا مع بعض، وعندنا اوبشن تاني للكيو وهو 0. طبعا كل الديفولت فاليوز دي ممكن نغيرها ونعدل عليها زي ما احنا عايزين. طيب بكده نكون شفنا كل البوليسيز، ويجي سؤال مهم: ايه الاوردر بتاع البوليسيز دي؟ وده ياخدنا للجزء الاخير في شرح البوليسيز. لو عندي HTTP كلاينت عليها البري ديفايند هاندلر اللي احنا بنشرحه، باي ذا واي البري ديفايند هاندلر هو اسمه ستاندرد هاندلر، فلو عندنا HTTP كلاينت عليه الستاندرد هاندلر، فلما يجي يحصل ريكوست ايه اللي بيحصل؟ اول بوليسي بيحصل عليها تشيك هي الريت ليميت، عدينا الليميت ولا لا. لو عدينا الليميت بيحصل اكسبشن وبنقول ان احنا عندنا ريت ليميت اكسبشن. لو ما عديناش الليميت ايه اللي بيحصل؟ بنبدا نعمل الانيشال تراي. الانيشال تراي اول حاجه بنعملها ان احنا بنروح نتشيك على السيركت بريكر هي كلوزد ولا لا. لو كانت مش كلوزد ايه اللي بيحصل؟ بنرجع اكسبشن على طول ان السيركت بريكر اوبن. طيب لو كانت كلوزد ايه اللي بيحصل؟ بنشوف التايم اوت بوليسي بتاعتنا ايه التايم بتاعها، وبعدها بنعمل الكول. الكول دي لو رجعت ريسبونس فخلاص حصل ريسبونس، لو رجعت فيلير او قبل ما ترجع ريسبونس حصل تايم اوت، هنا بنروح على الريتراي بوليسي. الريتراي بوليسي بتبدا الثلاثه ريترايز بتوعها، لو هي مثلا الكونفيجريشن ان هي 3 ريتراي، اللي بتعمله اول ريتراي مثلا بتويت فور الباك اوف بيريود اللي احنا اتكلمنا عنها، وبعدها بترجع تعيد الموضوع من الاول. طيب لو خلصت ريترايز بنرجع الفيلير اللي حصل من الاكسترنال سيرفيس. وكده نكون فهمنا ازاي البوليسيز دي بتشتغل مع بعض. طيب ايه اللي المفروض نعمله دلوقتي؟ تعالى نطبق الكلام ده في الكود ونشوف هيحصل ازاي. خلينا نروح نشوف ايه الباكج اللي المفروض نعمل لها انستول. هتلاقي اول ستيب عندنا بيقول لك المفروض تعمل انستول لباكج اسمها مايكروسوفت دوت اكستنشن دوت اتش تي تي بي دوت ريزيلينس. خلينا ناخدها. الباكج دي هنعمل لها انستول فين؟ هنعمل لها انستول في الابلكيشن بتاعنا اللي هو موب ريتشارج اي بي اي. فخلينا نروح على نيو جيت باكج ونحط الباكج بتاعتنا ونعمل لها انستول. تمام، عملنا انستول الباكج. تاني ستيب لو رجعنا على الدوكيومنتيشن تاني هتلاقيه بيقول لك روح حط على ال HTTP client حط عليه extension method اسمها add standard resilience handler. تعالى ناخد الاكستنشن ميثود من هنا. وكده نكون خلينا الانتجريشن بتاعنا resilient. طيب عايزين نتست ونشوف الكلام ده. عشان نقدر نتست ونشوف الكلام ده محتاجين نعدل في الكونفيجريشن اللي جوه، بس لو احنا بنتكلم على برودكشن ابلكيشن يفضل انك تسيبها زي ما هي. تعالى نعدل في الكونفيجريشن عشان نشوف ازاي بالظبط البوليسيز دي بتشتغل. فخلينا هنا نقول options goes to
هي بتاخد اوبجكت من حاجة اسمها HTTP Standard Resilience Options. انا الاوبشنز مجهزها عندي عشان ما نضيعش وقت فيها. عدلنا على الاوبشنز بتاعة الريتراي، خليناها 1 ريتراي، وخلينا الباك اوف تايب كونستانت بدل اكسبوننشال، وخلينا الديلي 1 سكند. السيركت بريكر حطينا لها كونفيجريشن بحيث ان احنا نقدر نشوفها لما يحصل فيليرز، فخلينا الكونفيجريشن بتاعتها ايه. لو عندي 50% فيليرز من 4 ريكوست خلال دقيقتين ونص، افتح السيركت لمدة 30 ثانية. في الاخير عدلنا على التايم اوت بوليسي، خليناها 1 مينيت عشان نقدر نعمل ديباج براحتنا. وفي الاخر التوتال ريكوست تايم اوت خليناه 5 مينيتس. تاني الحاجات دي بس فور تيستنج. طيب خلينا نروح على الاكسترنال سيرفيس ونشوف البيهيفير بتاعها ايه عشان نكون فاهمين بالظبط ايه اللي هنعمله تيست. جوه الاكسترنال ريتشارج سيرفيس عندنا الاند بوينت اللي اسمها ريتشارج. هنا احنا محتاجين نتست ازاي. انا هنا عندي كاونتر بقول ان اول ريكوست ارجع ان حصل سكسس عادي، فهرجع اوكي بريسبونس ده. طيب تاني ريكوست لما يحصل انا بخليه يرجع لي سيرفيس ان افيلبل، وده ليه؟ عشان اقدر اشوف الريتراي بوليسي وهي بتبعت ريكوست تاني من نفسها على طول. طيب الريكوست اللي هيجي من الريتراي بوليسي هيبقى السيكونس بتاعه 3، ولما يجي هرجع سكسس. فكده هنكون شفنا ازاي الريتراي بتشتغل. لحد هنا هيبقى عندنا 3 ريكوست، منهم 1 ريكوست فيلد، فهنبعت ريكوست رابع تاني، والريكوست الرابع لما يجي هنرجع برضه سيرفيس ان افيلبل. فكده بقى عندي 2 فيليرز و2 سكسسفul ريكوستس. فهنا لو بعتنا ريكوست تاني هنبدا نشوف ان السيركت بقت اوبن. تعالى نبدا نتست الكلام ده. خلينا نعمل رن. عملنا رن للاكسترنال سيرفيس، خلينا نعمل رن للموبل ريتشارج اي بي اي. وهنا انا عندي HTTP فايل موجود جوه الموبل ريتشارج بكل السيناريوز اللي قلنا عليها. فاول ستيب عندنا ان احنا نبعت اول ريكوست. تعالى نبعت اول ريكوست. حاطط انا بريك بوينت هنا، خلينا نكمل معاه. اول ريكوست رجع لنا اوكي. تعالى نشوف ريسبونس. ريتشارج completed successfully. طيب تعالى نبعت تاني ريكوست. انا مقسم الموضوع على ستيبس عشان الدنيا تبقى واضحه، بس هما في الاخر هما نفس الريكوست. طيب لما نبعت تاني ريكوست ايه اللي هيحصل؟ احنا هنا في الاكسترنال اي بي اي الريكوست سيكونس هو 2، فهيرجع سيرفيس ان افيلبل. وهتلاقي هنا على طول عمل تريجر للريكوست تاني بسبب الريتراي بوليسي. خلينا نكمل معاها. عشان الريكوست سيكونس هو 3 هيرجع سكسس. تعالى نشوف الريكوست ريسبونس، هتلاقيه مرجع سكسس مع ان حصل فيلير في اول اتمب. طيب تعالى نكمل مع الستيب التالتة. الستيب التالتة ان احنا نبعت ريكوست تالت. لما نبعت ريكوست تالت ايه اللي هيحصل؟ السيكونس عندي بقى 4، فهرجع فيلير تاني. الفيلير هنا ما عملش تريجر للريتراي. ليه ما عملش تريجر للريتراي بوليسي؟ باختصار لان السيركت بقت اوبن، لان عندنا 2 فيليرز. طيب لو جينا نبعت ريكوست تاني والسيركت اوبن، هتلاقيه ما بعتش ريكوست اصلا، بيقول له على طول السيركت is now open and is not allowing calls. حاطين الكلام ده لمدة 30 ثانية، لسه برضه بيرجع لي فيلير. خلينا نفضل نرن معاه. في الرن دي الوقت خلص وبعت ريكوست تاني. خلينا نشوف الريكوست المفروض يحصل له success. رجع success. خلينا نعمل continue. تعالى نشوف response. بقى recharge completed. كده نكون شفنا ازاي السيركت بريكر والريتراي بوليسيز بيشتغلوا. طيب نقطة أخيرة قبل ما نقفل الفيديو، خلينا نرجع على الدوكيومنتيشن تاني وخلينا نعمل سيرش بحاجة اسمها disable. وهنا هتلاقي اوبشن اسمه disable for وحاطط HTTP method post and delete. طيب ليه الاوبشن ده موجود او ليه ممكن نستخدم الاوبشن ده؟ عشان ما ينفعش نعمل ريتراي على HTTP post او delete من غير ما يبقى عندنا agreement مع الاكسترنال سيرفيس ان احنا هنعمل ريتراي لو حصل فيلير في البوست او الديليت. ليه بقول كده؟ لان هما لازم يعملوا implement لحاجه اسمها idempotency. idempotency لو بعتنا نفس الريكوست كذا مره مش هيبقى ليه اي سايد افكتس، وكنا عملنا فيديو عن الايدمبوتنسي هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب ايه الحاجه التانيه اللي عايزين نشوفها هنا؟ احنا قلنا ان احنا عندنا built in handlers وعندنا custom handlers. طيب اتكلمنا وشرحنا الستاندرد هاندلر، بس في الحقيقه في built in handler تاني. الهاندلر ده اسمه hedging handler، وده بيشتغل بطريقه مختلفه شويه ومالوش يوز كيس قوي، لانه الطريقه اللي معمول بيها هي معموله للابلكيشنز اللي يهمها الليتنسي بطريقه رهيبه. بمعنى ان هي بتشتغل بتبعت اول ريكوست، لو اخر الريكوست عن وقت معين
بتبعت كذا ريكوست، واللي يرجع فيهم في الأول هي اللي بتاخد الريسبونس بتاعه وتعمل ignore لباقي الريكوستس. طبعًا الكلام ده مع external service ممكن يبقى ليه تأثير كبير على الperformance بتاع الexternal service، والuse case الوحيدة اللي باشوفها للكلام ده لو أنا عندي replication لنفس السيرفيس أكتر من مرة، وتاني أنا مش شايف إن هو ليه use case أوي في معظم الapplications اللي بنشتغل بيها. طيب النقطة الأخيرة كنت قُلت إن في custom handlers، وهنا هتلاقي في section بيتكلم على إزاي تعرّف الcustom handlers لو أنت حبيت تشتغل بيهم أو تشوف بيتعرّفوا إزاي. خلّيني أعمل scroll تاني، هتلاقي في section هنا اسمه add custom resilience handlers، وهنا بيحط الpolicies بنفسه. بكده نكون شرحنا الresilience handlers، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وسلام.